أكد مدرب اتحاد العاصمة بوعلام شارف جاهزية فريقه للفوز في مواجهة العودة أمام فريق كاب تاون سيتي الجنوب إفريقي لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكاف، وذلك من أجل افتكاك تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات. أنا شُفته الحمد لله المجموعة راهي كاملة، ولو فيه لاعبين اللي مازال ما الاسترجاع تاعهم ماهوش كامل 100%، ولكن من الناحية المعنوية وكذلك الحماس اللي عند اللاعبين في التحضير تاعهم، باش إن شاء الله تكون مباراة جيدة، وتكون كذلك من ناحية النتيجة كذلك تكون إيجابية. اللقاء ماهوش ساهل كيما المباراة اللي فاتت، لأنه رانا نلعبوا يعني ضد فريق اللي كان السنة اللي فاتت الثاني في البطولة نتاعو، ونعرفوا المستوى نتاع اللعب الكرة نتاع جنوب إفريقيا، ماناش رايحين نلعبوا ضد فرق اللي نقولوا أماتور يعني هواة ولا يعني محترفين بمعنى الكلمة، والمباراة هذه ماهيش سهلة. رانا يعني تكلمنا مع اللاعبين باش الحذر، والشيء اللي راهو إيجابي هو المجموعة، المعنويات وكذلك الحماس اللي داخل في المجموعة، وكذلك نظن أنه فيه نوعًا ما تركيز